وبنكمل. وتاني يوم في المكتب بيجي زوجين ليحيى ودارين اسمهم وحيد ورنا، وبيحكي إن كان عندهم طفل عنده 7 شهور اسمه يونس. سابته رنا في العربية ودخلت بسرعة عشان تغير التيشيرت مقاس وحيد جوزها، والموضوع متعداش الدقايق، ولكن رجعت لقيت الطفل اختفى، ودورت عليه في كل مكان ونزلوا صوره على كل مواقع التواصل الاجتماعي، والكل كان متعاطف معاهم، لحد ما المذيع معتز سليم قلب الرأي العام على رنا واتهمها إنها مهملة، وإنها قتلت ابنها بسبب إنها بتعاني من اكتئاب بعد الولادة، ولكنها اتعالجت عند دكاترة نفسيين. وبيسألهم يحيى ودارين عن المطلوب منهم، فبيعرفوا وحيد إنه عايز يرفع دعوة تشهير على معتز عشان يعتذر لرنا عن اللي قالوا عنها. فبتستغرب دارين جدا وبتسألهم إزاي بيفكروا في اعتذار وابنهم لسه مفقود. فبترد عليها رنا إنها لو كانت وقتها هتفهم إحساس إنه حد يتهمها بقتل ابنها، ده غير إنه محدش بقى يساعدهم بسبب الاتهامات دي. بعدها دارين بتطلب من رامز إنه يفرغ كل الحلقات بتاعة معتز اللي اتكلم فيها عن رنا، وبتطلب من أميرة إنها تعرف كل حاجة عن يوم خطف يونس. وتاني يوم في المكتب بيتفرج يحيى ودارين والكل على فيديوهات معتز، وبيكتشفوا إنه مش بيقول اسم رنا ووحيد صريح، وكان دايما بيستخدم أول حرفين من كل اسم علشان محدش يمسك عليه غلطة قانونية. وأميرة بتقول إن رنا كان عندها اكتئاب ما بعد الولادة، ولكن مفيش انفصام زي ما معتز بيقول عنها في البرنامج. ولما بتسأل دارين أميرة لو كانت وصلت لحاجة عن يوم الحادثة، فأميرة بتعرفهم إن مفيش أي كسر في العربية يدل على خطف الطفل، وكمان مفيش كاميرات أو أمن يشهد على حادثة اختفاء الطفل. بعدها يحيى بيطلب من أميرة تكلم وحيد علشان تعرف منه موضوع الانفصام، ولما بتكلمه أميرة بتعرف إن رنا لما كانت في المستشفى حاولت تنتحر. وفي المدرسة خالد بيكلم زينة وبيطلب إنه يقابلها، ولكن زينة بترفض إنهم يتقابلوا. وبنروح للمكتب وبيوصل لدارين إبراهيم وصديقه نور أصحاب مكتب محاماة كبير جدا، وبيعرضوا على دارين إنه يكون ما بينهم شراكة. وقتها دارين بتطلب منهم وقت لحد ما تدرس الموضوع مع شريكها يحيى. وفي السجن سيف بيعرف عمر إن بعد شهادة أميرة وعزت بقى موقفهم كويس قوي، ولكن فاضل معاهم قضية الأرض. وقتها سيف بيعرف عمر إن قضية الأرض المشتري كان متعثر في الوقت ده وسافر بره مصر بعد ما اشترى الأرض. وقتها محدش في المحافظة أخد باله من قصة تعثر الراجل وقت التخصيص، والأرض اتخصصت بدون تحديد النشاط. المشكلة التانية إن المشتري ده باع الأرض لواحدة ست، واللي بيكون اسمها زينب، واللي بتكون صديقة زوج نجيب أبو الحسيب اللي بيكون محامي المشتري. وقتها عمر بيعرف إن كل اللي هو فيه ده أكيد من نجيب أبو الحسيب. تاني يوم في المكتب أميرة بتلاقي المستشار سعد، وبيعرفها إنه طلب من يحيى ودارين إن هي بالتحديد اللي تمسك قضية الخلع اللي جايبها للمكتب. وبتسأل أميرة عن السبب، وبيقول لها إنها شاطرة وذكية وهتكسب القضية، وبيطلب منها تقعد مع زينب اللي هترفع قضية الطلاق. في نفس الوقت دارين بتعرض على يحيى فكرة الشراكة ما بين إبراهيم وصديقه نور، ويحيى بيعرفها إنه موافق وما عندوش أي مشكلة. في نفس الوقت سعد بيخلي أميرة تقعد مع مدام زينب علشان تعرف أسباب طلبها للطلاق، ومن ضمن أسبابها بتكون الخيانة، وبيكون جوزها متجوز عليها السكرتيرة من 4 سنين، ولكن زينب بتكون اكتشفت ده من 2 شهر. وساعتها بتنصدم أميرة لما بتعرف من زينب إن الزوج يبقى نجيب أبو الحسيب. وفي الكافيه زينب بتكون قاعدة مع خالد وبتسأل ليه كان محتاج إنهم يتقابلوا، فبيطلب منها خالد إنها تسامحه عن كل اللي عملوا معاها هي وزياد في أول يوم جه في المدرسة. ولما بتسأل زينب ليه غير رأيه كده، بيعرفها إن بعد الفيديو اللي اتصور ليه قرر يعتذر لأي حد ضايقه قبل كده. ولما بتسأله لو كان هيعتذر لمنى عشان وقتها عرف المدرسة كلها إن أبوها محبوس، فبيعرفها خالد إن منى كدابة، وإن أبوها وأمها رموها لخالتها وسافروا، وكل واحد اتجوز، واللي في السجن ده جوز خالتها مش أبوها. وبنرجع للمكتب وزينب بتعرف أميرة إنها جت هنا علشانها هي، ولما بتسألها أميرة بتعرفها إن لما يجي نجيب هيعرفها كل حاجة. في نفس الوقت بيوصل وحيد وبيعرف أميرة إن رنا ماتت، فبتحاول تهديه وتاخده ليحيى ودارين، وبتعرفهم إن رنا ماتت، وبيطلب منهم وحيد إنه مش عايز معتز سليم يظهر تاني في التلفزيون. وفي البيت لما بتوصل زينة بتتخانق معاها جدتها علشان تليفونها كان مقفول، وإنها اتأخرت عن ميعاد رجوعها للبيت وهي خارجة من بدري. فبترد عليها زينة بكل عصبية، وإنها مش عشان جدتها هتتدخل في حياتها، وإن ليها أم مسؤولة عنها. ومن عصبية زينة بتجرح جدتها بالكلام، وبتعرفها بعد ما كانت ما بين 4 حيطان لقت حد تتسلى عليه وتسأله رايح فين. فبتنصدم جدتها من كلام زينة وبيغمى عليها من حزنها وصدمتها. في المستشفى زينة بتكون خايفة جدا على جدتها، وأميرة بتعرف من الدكتور إنها اتعرضت لجلطة من الانفعال، والدكتور بيطمنها إنها بخير دلوقتي. وفي المكتب رامز بيكون قاعد مع وحيد وبيحاول إنه يهديه بعد ما فقد مراته، ولما بيسأل وحيد عن أي جديد في القضية بيعرفوا رامز إن القناة بتعرض عليهم لحد 10 مليون ويتنازل عن القضية.
ولكن وحيد بيرفض تماما أي فلوس ومش هيسيب حق مراته، ومش هيرتاح غير بعد ما يسجن معتز. ولكن رامز بيعرفه إنه صعب إن يسجن معتز، لأن في كل حلقاته بيلمح تلميحات غير صريحة ومش بيذكر غير حروف. وقتها المحكمة ممكن تحكم بتعويض، ولكن هيكون قليل جدا. وبنرجع للمستشفى وأميرة بتحاول تجمع فلوس المستشفى. وقتها بتيجي بنت خالتها ومش بيكون معاها أكتر من 10,000، وبتعرفها إنها ممكن تطلب سلفة من الشغل. فبتعرفها أميرة إن لسه ما بقاش ليها مرتب ثابت علشان تقدر تطلب منه سلفة. وبتعرض عليها بنت خالتها إنها تطلب من يحيى بشكل ودي، ولكن أميرة بترفض إنها تعمل كده. تاني يوم في المكتب بتعرف يحيى اللي حصل لحماتها، ولما بيسألها عن حسابات المستشفى بتعرف إنها لسه قاعدة ومحدش كلمها في الحسابات. وبيعرف يحيى عنوان المستشفى. في نفس الوقت في المدرسة زياد بيكون مع منة، ولما بتعرف إنه جدته في المستشفى بتقول له إنها تجيله البيت النهارده. بنروح للمكتب مع مدام زينب وأميرة، ولكن الدكتور نجيب مش بيكون موجود، وبيبعت حد من مكتبه يعرف زينب إن دكتور نجيب عايز يحل الموضوع بعيد عن المحكمة ومش عايز يطلق. ولكن زينب بتعرفه إن لازم يقول لنجيب بيجي وكمان هيطلق، وتعرفه إن معاها أميرة مرات عمر المنسي، وبتعرفه لما يجي المرة الجاية يجيب نجيب معاه علشان يطلق. في نفس الوقت يحيى ودارين بيكونوا مع وحيد ومعاهم محامين القناة اللي شغال فيها معتز، وبيعرفوا وحيد إن شبكة قنواتهم بتعرض مبلغ مالي كاعتذار عن أي حاجة صدرت من معتز سليم. وقتها يحيى بيطلب 25 مليون كاعتذار بسيط عن اللي حصل، ولكن محامين القناة بيطلبوا إنهم يدفعوا 15 بدل 25. المفاجأة إن وحيد بيكون موافق على أي مبلغ يتفقوا عليه، بشرط إن معتز يقدم اعتذار رسمي في البرنامج بتاعه لرنا، غير كده أي اتفاق ما بينهم هيكون ملغي. وبنروح لأميرة وبتطلب من زينب إنها تعرف كل حاجة. فزينب بتعرفها إن قضية عمر المنسي بتاعة الأرض حلها بسيط وممكن زينب تساعدها فيها. ولما بتسأل عن علاقة نجيب بأرض الدائري، زينب بتعرفها إن ممكن تعرف ده من جوزها عمر. في نفس الوقت بيوصل معتز للمكتب وبيعرف من المحامين إن القناة هتقدم 15 مليون تعويض ويعتذر في البرنامج، ولكن معتز بيرفض كل ده وبيعرفهم إن وحيد هو اللي لازم يعتذر، لأن مراته كان عندها انفصام وسابها لحد ما قتلت ابنها وكمان انتحرت. ساعتها بيتعصب وحيد وبيضرب معتز، وبتوصل أميرة علشان تهدي وحيد وتقعد معاه. وبيقول لأميرة إنه لا مجنون ولا حاجة، ولكن ابنه اتخطف ومراته انتحرت، هيعمل إيه؟ وبيعرف أميرة إنه مش محتاج فلوس ولا أي حاجة غير إنه معتز يتسجن. وقتها أميرة بتعرف يحيى ودارين إن وحيد خلاص مش موافق على التسوية. وقتها يحيى بيعرفهم إنه خلاص مش قدامهم غير المحكمة، لأن وحيد رفض التسوية. وفي البيت منة بتكون مع زينة وبتسألها زينة عن خالتها وليه بتكذب، وبتقول إنها أمها. وقتها منة بتعرفها إن هي كمان بتكذب وبتقابل خالها. في نفس الوقت أميرة بتكون عند حماتها في المستشفى بتطمن عليها، والممرضة بتطلب منها قبل ما تمشي تعدي على الحسابات. تاني يوم بتوصل أميرة السجن وبتسأل عمر عن القضية، وبيعرفها إن في قضية أرض مش عارف يثبت براءته منها. ولما بتسأل أميرة عن أرض الدائري بيسألها عرفت إزاي، وبتعرفه إن زينب مرات نجيب طلبت الطلاق وبتهدده بأوراق الأرض دي إن ممكن تورطه في قضية الأرض لو ما طلقش. وبتسأل عمر عن العداوة اللي بينه وبين نجيب. وبنروح للمكتب وأميرة بتوصل ليحيى وبيكون مجهز ليها سلفة، ولما بتعرفه إنها ما طلبتش سلفة بيرد عليها إنه لازم يقدر ظروفها. ولما بترفض بيعرفها إنها مجرد سلفة، ولما تقبض تبقى ترجعها. بعدها بتوصل دارين وبيقدم إبراهيم الأوراق بتاعة الشركة اللي ما بينهم وما بين يحيى عشان يتشاركوا، وبيكون فيها كل الشروط. وبيعرفهم يحيى إنه هيقراها ويرد عليهم. وبنروح لهنا في التصوير، وهناك منة بتقابل هنا وبتسلم عليها، وبتعرفها هنا إنها هتغير. وقتها منة بتتعرف على نادر وبتطلب تتصور معاه. في المكتب أميرة بتقابل دكتور نجيب أصيع محامي ممكن تشوفه، وبيطلب منها إنها تبعد عن قضية مراته وملهاش دعوة. ولكن أميرة بتعرفه إنها بتعمل شغلها مش أكتر ومش هتسيب القضية. بعدها ولاء بتبعت فيديو لأميرة وبيكون بيتكلم عنها معتز سليم إن جوزها متهم في قضية جنسية، ولكن مراته كمان متصورة وهي قاعدة مع مديرها في الشغل في ريسبشن في فندق. وقتها بتنصدم أميرة جدا. تاني يوم في المكتب بيوصل يحيى وبيعرف أميرة إنها ما تقلقش وهو هيحل الموضوع وهيرفع قضية تشهير على معتز جنب القضية بتاعة رنا. وبيعرفها إنه هيعمل اجتماع علشان محدش في المكتب يفسر الموضوع على مزاجه. وفي المدرسة منة بتعرف زياد اللي حصل وبتوريه الفيديو اللي اتكلم فيه معتز عن أميرة. وفي المكتب وسط الاجتماع يحيى بيعرفهم إن الصورة دي كانت وقت قضية اغتصاب الرقاصة، وكانوا في الفندق للتحري عن معلومات تخص القضية. وبيعرفهم إن معتز حب يلعب بقذارة معاه لأنهم ماسكين قضية انتحارا عليه. وبعد الاجتماع دارين بتعرف يحيى إنه ما كانش ينفع يروح يجمع معلومات مع أميرة، وبتعرفهم إنهم داخلين على شراكة كبيرة
والمفروض ما يجيش اسمه في قضية زي دي، لأنه كده بيضر بسمعته وسمعة المكتب. وبتعرفه إن وجود أميرة مشكلة ولازم يحلها. في نفس الوقت أميرة بتكون متضايقة من اللي حصل، ولكن ولاء بتفهمها إنه خلاص موضوع حصل ومش لازم تشغل دماغها بيه. ووسط كلامهم بيوصل زياد للمكتب، وبنروح ليحيى ودارين. ودي بقى هتكون فرصة دارين لأنها من أول يوم وهي بتغير من أميرة. وقتها دارين هتعرف يحيى إن أميرة لازم تمشي وده من مصلحة المكتب، ولكن يحيى مش بيكون موافق. ولكن دارين بتستغل إنها صاحبة النصيب الأكبر، وبتعرف يحيى إنها تاخد القرار بدون ما ترجع عليه. ساعتها يحيى بيعرفها إن وقت ما تمشي أميرة تكون مجهزة ليه شيك بنصيبه في المكتب علشان هيمشي هو كمان. وبيخرج يحيى وبيلاقي أميرة طالبة منه تروح علشان توصل زياد ابنها، ولكن يحيى بيقول لها إنه محتاج يتكلم مع زياد شوية قبل ما تمشي. وقتها يحيى بيعرف زياد إنه معتز ليه قضية عندهم في المكتب ومحتاج يشوه سمعة المكتب، علشان كده اتكلم عن أمه. ولكن زياد بيعرفه إنه كان جاي يطمن على أمه مش أكتر. وفي السجن سيف بيعرف عمر إنه معتز بيتكلم عن مراته أميرة، ولكن عمر بيعرفه إنه معتز كل يوم بيتكلم عن حد شوية. وبيطلب من سيف إنه يوصل لزهير العربي، واللي بيكون راجل معروف جدا في الإذاعة والتلفزيون، ويعرفه إنه جاي من طرف عمر المنسي ويحكي ليه كل حاجة حصلت. يقول له عمر بيقول لك جه وقت رد الجميل وهو هيتصرف على طول. في البيت لما بتوصل أميرة بتكلم زينة لو كانت حابة تسألها عن حاجة. وقتها زينة بتسأل مامتها عن يحيى علام، فبتعرف أميرة إنه يبقى مديرها في الشغل، والصورة دي كانوا بيحلوا قضية مش أكتر. وبتسألها لو كانت مصدقة الكلام ده، ولكن زينة بتعرفها إن مش ممكن تصدق حاجة زي كده عنها. بعدها بيوصل سيف لبيت أميرة وبيعرفها إنه قال لعمر الموضوع معتز سليم أحسن ما يعرف من حد تاني. ولما بتسأل أميرة عن رد عمر بيقول لها سيف إن عمر كان متوقع ده من معتز، وعارف إن كل أخباره دايما كذب ومتفبركة علشان مصلحته. وسيف بيطلب من أميرة إنها تعمل مقابلة في التلفزيون تشرح فيها اللي حصل، ولكن أميرة بتعرفه إن مفيش حاجة تشرحها. وبتعرف سيف إن قضية طلاق نجيب هي اللي ممكن تفيد قضية عمر. تاني يوم في المكتب بتوصل دارين وبتسأل عن يحيى، ولكن بيكون لسه ما جاش المكتب، ولما بتحاول إنها تكلمه مش بيرد. في نفس الوقت بيوصل وحيد لمكتب أميرة وبيسأل أميرة هو ممكن يعملوا إيه مع معتز، لأنه بيكون واخد الموضوع شخصي وهيتكلم عن رنا في البرنامج بتاعه. وبيتأسف وحيد لأميرة عن اللي حصل من معتز بسببه، وبيعرفها إنه محتاج أي طريقة يبين للناس قد إيه معتز سليم كذاب. وقتها بتعرفه إنه ممكن يكون عنده طريقة تكذب بيها معتز. وبتكلم سيف وبتعرفه إنها موافقة تطلع في البرنامج، ولكن مش هتطلع لوحدها. في نفس الوقت دارين بتكون مع يحيى في كافيه وبتسأله عن سبب غيابه، وبيعرفها إنه كان تعبان شوية. وقتها بتسأله لو كان بيحب أميرة لدرجة إنه يسيب الشغل علشان، ولكن يحيى بيقول لها إن الموضوع ملوش علاقة بالحب، كل الموضوع طريقة كلامها اللي بتكون مش عاجباه. وبيعرفها إنها حط أميرة كبش فدا لأي حاجة تحصل أو تضايقها يبقى لازم أميرة تمشي. ولكن دارين بتعرفه إن أميرة مشاكلها كتير وهتخسرهم سمعة المكتب والشراكة اللي ما بين يحيى ودارين. ولما بتسأله دارين إيه اللي اتغير وعمري مشاعرك ما أثرت على الشغل، فبيعرفها يحيى إن عمرها ما كانت بتتكلم بالطريقة دي وإنها صاحبة النسبة الأكبر. وقتها دارين بتعرف يحيى إنها مش عايزة تخسر الشغل ما بينهم، فبيرد عليها يحيى إنها تنسى موضوع أميرة لحد ما تخلص فترة التدريب ما بينها وما بين رامز، وقتها هيختاروا مين يقعد على حسب كفاءة شغله. فبتوافق دارين على كده وبتسأله لو كان جاي المكتب بكرة ولا لأ. وفي المكتب بيكون نجيب موجود وأميرة وزينب كمان، والمستشار بيدي نجيب طلبين لزينب علشان الطلاق. وطلبات زينب بتكون فيلة التجمع وشريف الساحل وكمان أرض الدائري و5 مليون تعويض عن الضرر النفسي. وقتها نجيب بيعرف زينب إنها اتجننت علشان تطلب كل ده، ولكن زينب بتكون حابة تعرف أميرة إزاي أرض الدائري بقت باسمه. ولكن نجيب بيعرفها إنه بلاش تلعب معاه بالطريقة دي لأنه مفيش حاجة هتأذيه. وقتها زينب بتطلب منه يجربه لو كان الكلام ده هيأذيه ولا لأ. وقتها بيعرف زينب إن الطلبات دي كتير، ولكن زينب بتعرفه إنها ممكن تحكي للناس إزاي الدكتور نجيب جمع ثروته، فبيطلب منها مهلة علشان يفكر. ولكن زينب بتعرفه إنه مش قدامه غير يومين ويرد عليه. ولما بتمشي زينب نجيب بيعرف أميرة إنها مش هتستفاد حاجة هي أو عمر من لعبة زينب، وبيهدد أميرة بأولادها. وبيعرفها إن هو اللي بعت الصور لمعتز سليم. ولكن أميرة بتعرفه إنه ما يلعبش معاها بالطريقة دي لأن زينب معبية كتير بعد خيانته ليها وممكن تحكي كتير. في النهاية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.